يا مساء الفل ومساء الهنا، عاملين ايه يا رب؟ دايما بخير. يا ترى عاملين ايه اصلا في الحر؟ الجو فظيع، الحراره 47، فالجو بصراحه متعب جدا جدا. شهر 7 ده من الاشهر الفظيعه في الحر. ما علينا، النهارده جايبه لكم ايس كريم بالبسكوت تحفه. كلمه تحفه دي لا، هو روعه. هتعملوه هيعجبكم وجميل جدا جدا للاطفال. تعالوا من غير ما نتكلم كتير نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. نبتدي بايه يا حلوين؟ هننزل بمجين من اللبن او الحليب متلج جدا. تمام اهو. وايه تاني؟ معلقتين من السكر كده. وهننزل بكيس من الفراوله، كيس من الفراوله اهو، جل الفراوله. تمام. هننزل بايه تاني؟ معدل معلقتين من لبن البودره. تمام. هنعمل ايه؟ ثواني. هنقلب الخليط ده كله كده مع بعض. تمام اهو بالسلون. وهننزل بنص مج من الكريمه الشانتيه بتاعتنا الخام، نص مج. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب المضرب بتاعنا الكهربائي، لو مش عندك كملي بالمضرب العادي، بس ده افضل يعني. هضرب كده واوريكم القوام بتاعه. وده القوام يا حلوين اللي انا عايزاه. تمام. هحطه في التلاجة لمدة 10 دقايق او الفريزر على ما اعمل الحاجات التانية معانا. الخليط التاني يا حلوين هننزل هما المكونات باختلاف حاجة بسيطة. 2 مج من اللبن. تمام. معلقتين من السكر اهو. معانا ايه تاني؟ معلقتين من لبن البودرة او البطش، اي حاجة. تمام اهو. هننزل بايه بقى؟ هننزل بالكريم كراميل، كيس كريم كراميل اهو. عليه ايه؟ عليه رشة فانيليا. الله الله الله. تمام. وهنعمل ايه؟ هنضرب كده. خلطنا بس الخليط يا جماعة مع بعض. هنزل بايه بقى تاني؟ بالكريمة الشانتيه الخام، مج من الكريمة الشانتيه الخام. ونضرب مع بعض لغاية ما القوام يكون كريمي. وده القوام التاني يا حلوين معانا. هنسيبه في التلاجة برضو 10 دقايق او الفريزر. وتعالوا نشوف البسكوت مع بعض. معايا ايه يا حلوين؟ المرحلة التالتة. انا معايا الصينية اهي وحاطة عليها كيس زي ما انتوا شايفين اهو. تمام. هنعمل ايه؟ معايا بسكوت الشاي، بسكوت الشاي اي نوع بسكوت شاي عندك هتستعمليه. هنعمل ايه؟ هنرص كده زي ما حضراتكم شايفين، وهنرصها على الظهر. ليه؟ عشان لما نيجي نقلب البسكوتة بتاعتنا هنلاقيها على وشها شكلها ظريف. تمام. هرص كله كده وارجع معاكم. ورجعت معاكم يا حلوين ورصيت اهو الصينيه بتاعتنا بالبسكوت. شايفين الشكل عامل ازاي؟ هننزل بايه بقى؟ هننزل بالخليط بتاعنا الفراوله بعد ما اتمسك شويه اهو. بصوا الشكل اهو. نجيب معلقه وننزل بقى الخليط اهو. شايفين الشكل يا جماعه؟ امال الطعم هيكون ايه؟ بس ايس كريم خفيف كده ولذيذ في البيت. بنبعت واحنا قاعدين نشتري بقد كده لينا وللولاد، فقاعده باصرف مبلغ وقدره. طب ما هو اقوم انا اعمل اهو، ماخدش منك وقت. اساوي زي ما حضراتكم شايفين اهو. تمام. هعمل ايه الخطوه الجايه؟ انا هسيبه في الفريزر نص ساعه وارجع احط الخليط التاني عليه. رجعت معاكم يا حلوين بعد نص ساعه، وده الشكل الايس كريم بتاعنا. هننزل بايه؟ هننزل بالطبقه التانية بتاعتنا من الايس كريم. تمام اهو. يبقى انا عندي طبقه من الفراوله وطبقه من الفانيليا. تمام. وساوي بقى الخليط بتاعك. الله الله على الشكل يا جماعه. الله، بصوا الشكل عامل ازاي. غطينا الطبق اللي تحت وادي الطبق اللي فوق. هنعمل ايه بقى؟ هنرص البسكوت بتاعنا
تمام اهو. هرص البسكوتة كده تمام وارجع له. وده شكله يا حلوين، بصوا شكله عامل ازاي، بصوا بيتكلم عن نفسه. هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل بكيس التلاجة عندي اغلفه كده تمام، وبعدين هسيبه ليلة كاملة. لو انت عملتيه الصبح قدميه بالليل، عملتيه بالليل يبقى يبات في التلاجة لغاية تاني يوم الصبح. ونرجع بعد كده نشوف شكل الايس كريم بالبسكوت بتاعنا عامل ازاي. ورجعت معاكم يا حلوين بعد 8 ساعات. انا سبتها 8 ساعات، عاملاها من الصبح لبالليل تمام. زي ما اتفقنا سيبيها ليله كامله او اعمليها الصبح وقدميها بالليل. تعالوا نشوف عملنا ايه. بصوا شكلها بصوا يا جماعه، بصوا ماسكه ازاي اهو زي ما انتوا شايفين. نقطعها كده، عايزين نطلع بسكوت ايه نشوفها كده حلوين مع بعض، نشوف شكلها عامل ازاي. هي لسه كمان بعد 8 ساعات لسه عايزه حبه كمان تمام، يبقى لازم نسيبها ليله كامله. بصوا شكل البسكوته تمام. طلع واحده تاني مع بعض، شوف شكلها عامل ازاي. بسكوته بالايس كريم شكلها تحفه، طعمها وريحتها جميل جدا جدا جدا. لو جربتيها هتعجبك جدا. ماشي، بنروح نشتري الايس كريم بقد كده، انتي بتعمليه في البيت بشكل جميل ولذيذ خالص 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 زي ما انتوا شايفين. زي ما قلت لازم تسيبيها ليله كامله تمام. ده الشكل بتاعها يا حلوين. عايزه اطلع لكم حاجه كده فيها الايس كريم. بصوا شكلها، بصوا بجد مين هيعملها ويجربها بقى النهارده. حته بسكوته يعني، بص هاتيها كده لو سمحتي. بصوا يا جماعه، بصوا بصوا البسكوتايه شكلها يجنن. اعمليها مطلعه لك كميه كبيره تمام. اعمليها سهله جدا ولذيذه جدا، شكلها اصلا يفتح النفس. تاكلوها بالهنا والشفا ان شاء الله، وقولوا لي رايكم ايه. فراوله، وقولوا معايا ايه تاني عملنا ايه تاني. عملنا فانيليا، فراوله وفانيليا، وعملنا طبقتين من البسكوت، طبقه من تحت وطبقه من فوق. شكلها تحفه، ريحتها تجنن وطعمها جميل جدا جدا. اعمليه وجربيه، ما تنسيش تسيبيها ليله كامله، وما تنسوش في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبالهنا والشفا.